السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في المعادلة الصحية. كل سنة وحضراتكم طيبين. شهر رمضان الكريم مر على خير هو والعيد، وأكيد كانت المعادلة الصحية ليها دور مع حضراتكم، وأنا بشكركم جدا على المتابعة وبشكركم على الدعم اللي كان على مدار الفترة اللي فاتت، وده هيبقى السر إن شاء الله في استمرار المعادلة الصحية. الحلقة النهاردة عشان نجاوب على مجموعة من الأسئلة اللي جات لنا على مدار الشهر، هنشوف مع بعض سؤال وبعدين في حاجات هتحتاج حلقات، فده برضه هيكون دافع ورا وجود حلقات جديدة، وده يخلي حضراتكم تتابعونا وتشتركوا في الأكونتس المختلفة. نبدأ بالسؤال الأولاني. السؤال الأولاني كان بيتكلم على المشروبات اللي بنشربها عشان تتحكم معانا في الوزن او تساعدنا في التحكم في الوزن، وكمان كان مرتبط كمان بالنوم وعدد ساعات النوم ومدى تاثيرها على معدلات الحرق. طبعا ده سؤال كبير، سؤال محتاج مجموعه حلقات، وهو فعليا في حلقات جايه قدام على موضوع النوم وعلى موضوع المشروبات بتفاصيلها يعني، بس خلينا نتكلم كلام عام. انا ما عنديش حاجه اسمها اشرب ده دلوقتي معدل الحرق بتاعي زاد فانا هخس على طول. في عندنا مشروبات بتساعد معايا في ان الانزيمات اللي بتشتغل على حرق الدهون تشتغل اكتر شويتين، ولكن في الاخر خالص انا مش هحرق من الدهون المخزنه غير لما يكون جسمي محتاج، واحتياج جسمي ده مش هيحصل غير لو انا السعرات الحراريه اللي داخله قلت او لو انا الحركه بتاعتي زادت، وبالتالي هي عوامل مساعده هايله جدا، مع يا اما تقليل اللي داخل من السعرات الحراريه، يا اما العامل دايما السحري والمؤثر دايما في فقدان الوزن هو الرياضه. فكل ما انا هتحرك اكتر كل ما انا هاخد نتيجه اكبر من المشروبات ديت، باختلاف بقى انواعها المختلفه، سواء كانت القرفه، كان الزنجبيل، كان الشاي الاخضر، كان القهوه الخضراء، كانت القهوه نفسها، وغيرها كتير قوي من المشروبات اللي هنتكلم عليها اصلا بعد كده، سواء كمشروبات مباشره او كهربال اكستراكتس كمستخلصات نباتيه موجوده عندنا في اكياس جوه الصيدليه او كبسولات او جاميز وغيرها كتير. النقطه الثانيه موضوع النوم. طبعا احنا اتكلمنا في حلقه من الحلقات اللي كانت في شهر رمضان اللي فات على ان قد ايه النوم المستمر بتاع بالليل ليه دور كبير جدا في تحسين معدلات الحرق، بالذات ان انا لو انا ظبطت نومي في الفتره اللي ما بين الساعه 10 بالليل لحد الساعه 5 او 6 الصبح، ده بيكون افضل وقت بقدر استفيد بيه من هرمون الميلاتونين اللي ليه دور كويس جدا في تحسين مقاومه الانسولين، ليه دور كويس جدا في ان الخلايا تبدا تبقى فايقه تاني يوم ان هي تحرق كويس، في الوقت نفسه بيقلل عندي مستوى الكورتيزول، وده بيخلي الجسم مش في حاله ميتابوليك ستريس او ضغط في معدلات الحرق بتاعته بسبب ان انا قالب الهرمونات بتاعتي. فاذا انا المشروبات بالنسبه لي مش هي اللي هتخسسني، هي هتساعدني لو انا عملت نظام غذائي مظبوط، كميه الكالوريز اللي داخله مظبوطه او الحركه بتاعتي مظبوطه. السؤال بعد كده كان احنا كأمهات ايه اهم المكملات الغذائيه او الفيتامينات اللي احنا محتاجينها، وده برضه موضوع كبير ومحطوط ان شاء الله في الخطه من مجموعه السيشنز اللي جايه او الحلقات اللي جايه. السيدات والامهات عموما في الوضع الحالي وبناء على اغلب التحاليل اللي شفتها على مدار السنين اللي فاتت، وعلى برضو اللايف ستايل بتاعنا وطبيعه الاكل بتاعتنا وطبيعه الصن اكسبوجر بتاعنا، عندنا دايما مشكله في فيتامين دي ليفل، فكل السيدات محتاجه سبلمنتيشن او ان هي تاخد جرعات من فيتامين دي ما تقلش عن 4000 ل 5000 وحده يوميا، توصل تقريبا على مدار الشهر لحوالي 200000 وحده يوميا. واحنا بنتكلم ان لو مستوى فيتامين د عندها كويس، لو فيتامين د اقل واقل واقل، بيكون كل مرحله من نقص فيتامين دي لها جرعات مختلفه. طبعا ده مش مجال الكلام عليها دلوقتي لان هيكون برضو في حلقات الفيتامين دي. نفس الكلام السيدات بتكون محتاجه فيتامينات فيها كميات محترمه او مالتي فيتامينز فيها كميات كويسه، تحتاج كمان ان يكون في بعض المكملات الغذائيه اللي فيها كميات كويسه من الحديد، وده طبيعي مع الفقدان الشهري لكميه من الدم بيطلع معاها كميه من الحديد، زائد طبعا نقص المصادر الغذائيه اللي جايه منها الحديد، بالذات ان افضل مصدر ليه هو المصدر الحيواني، وحاليا عندنا نسبه كبيره جدا من السيدات تناولها للحوم قليل جدا وبتروح اكتر ناحيه اللحوم المصنعه، وده ليها تاثير سلبي كمان على مستوى الحديد، فمحتاجين نظبط موضوع الحديد عندنا، سواء لو انا كان عندي طبعا صوره الدم بتاعتي سليمه فانا محتاج الكميات اللي تخليني احافظ على الحديد بتاعي يوميا، ولو انا عندي ايرون ديفيشنسي انيميا او انيميا نقص الحديد وديت شهيره جدا في البنات والسيدات، فساعتها جرعات الحديد هتختلف خالص. وانا بوعد حضراتكم ان شاء الله ان عندنا حلقات هنتكلم فيها على المكملات الغذائيه كلها واحد واحد، ونختاره ازاي ونستخدمه ازاي وناخده امتى. بس تاني احنا مش هناخد مكملات غذائيه بجرعات كبيره الا لما يكون عاملين تحاليل متاكدين فيها ان مستويات الفيتامينات اللي احنا هناخدها او المعادن اللي هناخدها محتاجينها حقيقه بالجرعات العلاجيه ولا لا. وبكرر تاني شكر لحضراتكم على المتابعه وعلى التفاعل اثناء الحلقات اللي فاتت، ونوعد حضراتكم ان شاء الله باستمرار المعادله الصحيه، في انتظار ان شاء الله تكتبوا لنا في الكومنتات المواضيع اللي انتم محتاجينها الفتره الجايه، وانه تتابعوا الاكونتس المختلفه، وما تنسوش طبعا طول الوقت الفولو واللايك والشير، خلي الناس كلها تستفيد، ونقدم ان شاء الله مع بعض محتوى يكون له تاثير ايجابي على حياتنا الشخصيه.